مين افضل، عماد متعب ولا عمرو زكي؟ انا بشوف ان عمرو زكي مهاجم قوي جدا، مهاجم محطة، مهاجم في منطقة الجزاء خطر جدا، مهاجم شرس، مهاجم بيعتمد على القوة الجسمانية. لكن عمرو زكي في الفترة الأخيرة من 2008 لحد ما اعتزل كان بيعتمد على زود المهارة. الراجل طور نفسه، الراجل هيدرز قوي جدا، الراجل كان بيجيب أهداف حلوة، الراجل كان ليه تجربة جامدة جدا مع ويجن في الدوري الإنجليزي، كان هداف ويجن. فعمرو زكي كان بيعتمد على القوة الجسمانية، كان راجل بلدوزر. عماد متعب كان راجل تحركات، كان راجل ممكن ينزل يستلم، كان ممكن يصنع أهداف. عماد متعب كان بيشوط فاولات، عماد متعب كان راجل متحرك بطريقة جامدة جدا بره منطقة الجزاء وجوه منطقة الجزاء. فبشوف ان ستايل متعب تحركات اكتر، بيعتمد على الذكاء. عمرو زكي على القوة، على الجرينتا، على يعني كان بلدوزر. فانا بشوف ان انا اتمنى الاتنين يكونوا في فريقي.